إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. بسم الله قدير مقتدر وقاهر لكل غاو غدير من العتاة الظالمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. وكل باغ مريد وفاجر معاند وكل طاغ حسد من البغاة المفسدين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. به نستنصر به نقتدر بسيف بشر نقهر أعداءنا المعاندين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. والحمد دأبا سرمدا ودائما مؤبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. سبحان من عز وجل بار الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. نسألك رفع الوباء والآذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. طه المجتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. والتابعين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. ماضيا وغابر كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. ثم الفقيه جدنا وببني دخرنا علوينا علينا والكتب سقاف مكي. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. وبابنه المحضار يا نادب ذي الأسرار حمي الحمى والجار الغاز حتف الظالمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. العيدروس فخرنا وشيخنا حددناه غوثنا كنزنا وهو ملاذ اللائذين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. والشيخ أبو بكر الهمام بن سالم العذب الحسام ببني غوث الأنام والعدني حبر آمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. وابن زين أحمد هو نور كل مهتدي وجعفر ذي الرشد سلطان كل العارفين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. بذي اليقين العطاس أبي الحسين النبارس وبالخليفة بارس الغاس كون أجمعين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. وبالشجاع عمدة
غايتي غوث غياث عدتي ومنقذي من شدة البار كهف القاصدين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وبالوجيه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم به اتصال من أهل حضرة أجمعين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. شيخنا الحلاحل من حل في جلاجل عمر غياث الآمل البار كتب الكامل. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. والعيدروس الذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حاوي خصال المهتدين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وابن سميط المشتهر الكتب سيدنا عمر ثم الصفي بهر الدرر الكتب الدعاة الناصحين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. سر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وبالولي بجل حب نوره لأهل الله بنصله بجاهه كل شان وهب لنا حسن اليقين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. من بهذا العرض حل الشيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الآمال والتم بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. سر شيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وعترة البر الكرام خص سيدنا الإمام عبد الله العلي المقام أهل المخرج أجمعين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وكل من في قدرنا من كل بر محسنا وسائر أسلف لنا نسل الحسن مع الحسين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وبالعمودي الإمام أولاد الغر الكرام من حوى ذاك المقام من كل قيدوم مكين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. لحضرة القوم الليوس وبعدها يوم الثالث بها انتفت عنا المغوث من حين نأتي قاصدين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. الشيخ ذي حز العلا وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. الشافعي مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى ببا سودان بين العالمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. عين العين يذل في ضنسك كوسة المنن أحيا الطريق والسنن فاتح وتاج الطالبين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. شيخ الشيوخ الجامع ذي حل كرب الجامع سلك به يا سامعي والطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. بالمصطفى اصلح أمرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. وبأسرار البتول ألطف بنا وبحق الحسنين كلنا. الله الله كيرت من نورنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبحق مطلوبنا. الصادق اجمع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. ونريد اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. وبحق البر عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. وبأوصاف عبيد نجنا بعلوي فكمل سعدنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. في الجمال اسمع لنا بعلوي وعلي ذكرنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا. شرف مرباطا كذا علوي وعلي نسلنا. الله 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 حسبنا ربنا جلنا بآيات مطلوبنا. الفكيل
الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. ببني علي وشهاب الدين بالكل يحمنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. وببني علوي وعلي وشهاب الدين بالكل يحمنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. عبد الله يا ابا علوي وعلى سنوي الغوث يكفنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا جمال الدين مطلوبنا. وشيخ ابني غوثنا سقا في كل عنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا سكران مطلوبنا. والمحضر والإخوات الباكين عجل نصرنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. دروس الكتب الفكر نعم الغوث فادفع شرنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. شيخنا علي وابني وشهاب الدين تمم قصدنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. الغوث الذي حل في عينات فهزم خصمنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. والمحضر ثم الحسين اهلك عيدانا وبكنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. القبر والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. جدي وابني العدروس الحبر فانصر جندنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. والدي قدوة الدين ومصباح الدنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. انجل بمطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. إني بكم جار لكم ما أخاف قد ضيما أونا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. الناس فمن ذا مثلكم يا أعز الناس يا كنز الغنى. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. الأوتاد يا خير من حاز المثاني والثناء. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. غيركم يا سادتي التجي إن حان خطب أو دنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. ليس سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. يعجل لغارة يدرك العبد بها أقصى المنى. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. بمكروهنا واحمنا من كل خطب أمنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. بالمصطفى الهادي فينا كل شر وعدو يا ربنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. وسلاما دائما يتغشى بها كل هنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. أصحاب ومن بعدهم لا برك أو سنا. الله 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 حسبنا ربنا انجل لنا مطلوبنا. آمين يا الله. آمين يا الله. بهم يا ربي. آمين يا الله. سلك فرج كربي. آمين يا الله. أنت إلهي حسبي. آمين يا الله. على البغاة الكائنين. آمين يا الله. عجل برفع ما نزل. آمين يا إنك الله. لطيف لم تزل. آمين يا من غيرك الله. عز وجل. آمين يا الله. ولاتف بالعالمين. آمين يا رب الله. اكفنا شر العداء. آمين يا الله. وخذهم وبددا. آمين يا واجعلهم الله. لنا آمين يا فداء. الله. وعبرة للناظرين. آمين يا يا ربي الله. شتت شملهم. آمين يا يا ربي الله. فرج جمعهم. آمين يا يا الله. ربي قلل عدهم. آمين يا الله. واجعلهم في آمين الغابرين. يا الله. ولا تبلغهم مراد. آمين يا الله. ونارهم تصبح رماد. آمين يا الله. بكافها يا عين آمين صاد يا في الله. الحال واللو آمين خائبين. يا الله. وشر كل آمين ماكرين. يا الله. وخائن آمين وغادرين. يا الله. وعين وساحرين. آمين يا وشر الله. كل المؤمنين.
مودي آمين من يا معتد الله. وغاصب آمين يا ومفتر الله. وكاذب آمين يا وفجر الله. وعائب آمين يا وحاسد الله. والشامت آمين يا يا الله. ربنا يا ربنا آمين يا الله. يا ذا البهاء وذا آمين يا السنا الله. وذا العطاء وذا آمين الغنى يا الله. أنت مجيب آمين السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا آمين يا الله. واشرح لنا آمين صدورنا يا الله. واستر لنا آمين عيوبنا يا الله. فأنت بستر آمين قليل يا الله. واغفر لنا ذنوبنا آمين يا وكل الله. ذنب عندنا آمين يا وامن الله. بتوبة لنا آمين يا الله. أنت حبيب آمين التائبين يا الله. بجاه سيدنا آمين الرسول يا الله. والحسنين والبتول آمين يا الله. والمرتضى بالفحول آمين يا الله. وجاه جبريل آمين الأمين يا الله. ثم الصلاة آمين يا والسلام الله. على النبي خير آمين يا الأنام الله. وآله الغر آمين يا الكرام الله. وصحبه آمين يا والتابعين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم يا أرحم الراحمين نض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين نض بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين نض بنا في قضاء هب لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين نض بنا في قضاء نستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين نض بنا في قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين نلت بنا في قضاء كل المظالم كلها في رضا يا أرحم الراحمين نلت بنا في إياك قضاء نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين نلت بنا في ونشهد قضاء أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين نلت بنا في رب قضاء الشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين نلت بنا في ومن قضاء على سنة الهدي يراعي رعاك يا أرحم الراحمين نلت بنا في ومن قضاء قرأ للقرآن وعى بحق نبات يا أرحم الراحمين نلت بنا في منك قضاء إليك تحقق أن هذا يا حكاك أرحم الراحمين نلت بنا في صار قضاء قلبه وقلمهم دلا من صفاك يا أرحم الراحمين نلت بنا في بالفهم قضاء والعلم والتعظيم يا الحسن
أنفسنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ظالما كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قسم قضاء بالعلم جاء الله من يا قدر أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وأدركته العناية حيث جئت يا وجاك أرحم الراحمين الطف بنا في واسعى قضاء بمجيبا صار سمع يا دعاك أرحم الراحمين الطف بنا في منك قضاء إليك وخيم حتى ساح يا فيناك أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء الهنا والمنى والبس شئت يا وشاك أرحم الراحمين الطف بنا في يا رب قضاء يا رب هب لي في رجاء من يا رجاك أرحم الراحمين الطف بنا في واقبل قضاء دعائي وقربني مع من يا دعاك أرحم الراحمين الراحمين الطف بنا في قضاء وأنت حسبي وعوني فاشفني يا بشفاء أرحم الراحمين الطف بنا في قلبي قضاء وقلبي والمسن لباسا يا أرحم غياك الراحمين الطف بنا في وقد قضاء روحي بذكر واحمني يا بحماك أرحم الراحمين الطف بنا في وحببك قضاء لي وحمد لي محبة يا لقاك أرحم الراحمين الطف بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد يا أرحم عصاك الراحمين الطف بنا في قصد قضاء اليقين وثمني ثبان يا أولياك أرحم الراحمين الطف بنا في والحمد قضاء لله واختمها بطابع يا أرحم هداك الراحمين الطف بنا في صلاة قضاء ربي وسلم نزل يا مزلما أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء النبي المصطفى المحمود خان من يا بياك أرحم الراحمين الطف بنا في عدد قضاء حياة الذي يحيا به من يا أرحم حياة الراحمين الطف بنا في والآل قضاء والصحب والحقنا باسم يا أرحم اصفياء الراحمين الطف بنا في يا قضاء من الخايف نجنا مما يا من نخاف الخائفين نجنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن موالينا يا من وكاف الخائفين نجنا مما يا نخاف جليس الذاكرين اهدنا سبل يا العفاف من الخائفين نجنا مما نخاف يا مجيب السائلين رهبنا واغفر يا وعاف من الخائفين نجنا مما نستعينك نخاف يا معين شفاها عسى يا شفاء من الخائفين نجنا مما هب نخاف لنا فتحا مبين جاء بالنصر يا مواف من الخائفين نجنا مما نخاف واغفر شر المؤذيين كفهم عنا يا من كفاف الخائفين نجنا مما نخاف والعتاد الظالمين حدهم حتى يا التلاف من الخائفين نجنا مما شرهم نخاف فيهم مبين منهم وفيهم يا من مضاف الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف الخائفين نجنا مما مرتدين نخاف هالك في شفا جرف يا من الهياف الخائفين نجنا مما والطغاة نخاف الباغين نكفيهم يا خير يا من كاف الخائفين نجنا مما حسبنا نخاف الله المعين هو لا يا من خلاف الخائفين نجنا مما نخاف وكفى المتوكلين كل شر من يا من مخاف الخائفين نجنا مما هو نخاف رب العالمين وإليه يا من الانعطاف الخائفين نجنا مما نخاف كفنا الحس الحسين من سواه ما يا من نخاف الخائفين نجنا مما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله يا من واف الخائفين نجنا مما تبلغ نخاف الهدي الأمين وآل أصحاب يا من العفاف الخائفين نجنا مما خدمها نخاف للمسلمين المساكين يا الضعاف من الخائفين نجنا مما ورد الله نخاف المدين بهم ارحم يا من وراف الخائفين نجنا مما يا نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا تواب تب جنينا علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا يا ولوالدينا الله توبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله توبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قم لدرج يا الأكفاف الله توبة وقبول
وكل إنسان يا الله بتوبة قبل درج الأنفال. يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى. يا الله رضا والعفو عما قد يا مضى. الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول. يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر وقبول. الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله. الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا. فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا رب ويرحم. اسألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا. يا رب اسألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله جد نرجو لهذا الغفران. الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبي وأحلى خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو ربنا الغفران. نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران. تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جمّا وبجاه القرآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. النبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بالنبيين الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران. بن مريم وبهود الأكرم وبها دون العام والنبي بن عمران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو مشايخ الغفران. الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. يا إله العالم يا إله تربى العالم بشر يا إله والفقيه العالم المشهر يا إله والعلم العالم الأبرار يا إله من به العالم الحال
العالي يا زاد إله العالم بعينات يا اليوم إله ما العالم كماهم يا في إله القوم وإن العالم بدأ من يا يلوم إله العالم يطلب يا للغفران إله بن حسن العالم بن صالح إله بحر العالم نور يا طافح إله لا العالم تكن لي يا فاضح إله يا العالم صمد يا يا من إله لا العالم مثل شيخ يا المشهد إله ابن العالم ناصر يا أحمد إله وأبي العالم ثم يا الجد إله للمعالي العالم لهم يا شان إله جد العالم لنا يا بالمظلوم إله الفرج العالم مثل يا أيوب إله العالم وبفرح يا يعقوب إله العالم حين زالت يا إله الأحزان العالم ربنا اغفر يا وارحم إله العالم واعف عما يا تعلم إله فإن العالم جودك يا إله جعل العالم إنس خلقك يا والرجال إله العالم ودروس يا القرآن إله واجتماع العالم الإخوان يا إله لدعاء العالم الرحمن يا إله سرهم العالم الإعلان يا إله والحبيب العالم المحضار يا إله دائما العالم بالأسحار يا إله قائلا العالم يا يا غفار إله جد لنا العالم بالغفران يا إله استجب العالم لي واسمع إله ولنا العالم الكل يا أجمع إله العالم ولمن لك يا يضرع إله العالم طالبا يا إله للإحسان العالم وصلاة يا تترى إله لمن العالم خص بالإسرى يا إله وذويه ضرا يا في إله العالم جميع يا الأزمان إله لما سر منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سري منا لا تأتيك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الأمل فامنن علينا بالإقبال وكلنا وصليح البال يا عليم سري منا لا تأتيك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مات يا عليم سري منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عليم سري منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وصل قصودي والأعمال يا عليم سري منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عليم سري منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا ربي إني
يسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوات الجيل والقى يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وحبي دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشفوها آفة واشغال يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وويح نفسي الغاوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجلى يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا يا خير كافي يحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبد ببابك لا إله إلا الله يخشى لي مع ذبك لا إله إلا الله يرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيظ رحمتك هطال لا إله إلا الله وقدتك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله وزن بيسرك عسره لا إله إلا الله بمضي
بجود والإفضال لا إله إلا الله وامنن عليه بتوبة لا إله إلا الله تسيل من كل حوبة لا إله إلا الله وعصمه من شر يوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جود وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك ماصري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصل في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد يدي الدار لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء
عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلام بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جازل وكل فعل جميل وفيك آمالنا طويل فجد على طامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه راهن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب
واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفي أذى المذين واكشف لكل الكروب واغفي أذى المذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد راشح الجبين وحان حين الحمام وزاد راشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة بجهل لا نفوز بحول الله شاب الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب بفضله الله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله شاب الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب بعد جاء النظم الله من الشرف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله شاب الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب الله طالب المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب القادة الله القدوة سادة الصف ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب الإمام الله الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب أبو الله بكر بن سالم وحتف للظالم الفجر الغاشم يهلك بأمر الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب يا الله الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب لما الله غراه العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب والعبد الله ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب السامح حق الله القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لهم يغفر بجاه الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو يا ذنوب سادتي الله غاره في الحال بداره ما في الكبد ماره الله 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 وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب الله عظام وقت الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب كفى الله ما بذول أصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب لنا الله نصر بالسيف القدر وكل ما نكره وشوه شيء لله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب حيا بكم الله هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب الله يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه الباكر والكل حزب الله وشيخ الأضراس لنا نضرى بجهل الله يمحو ذنوب حسبي الله حسبهم
صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله وشاف الأضراس لنا نضرب بجهل لا يمحو ذنوب صلي الله وسلم دوب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب أجمع بفضل الله وشاف الأضراس لنا نضرب بجهل لا يمحو ذنوب الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أهل الخاتمة العقول السليمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قم الخاتمة بهم معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله الخاتمة بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربنا يا ربنا اكتب بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بمتاءة أن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من الخاتمة كان دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا متاءتك وغسلك وكفنك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة شيعك ألحدك وصرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كل يا معين إذا رشحت ملجبي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتم الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كما هي للمقر إنما هي للممر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل يا الخاتمة ربي ما معنى أمل وكسبنا كله يا الزلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عناوين الانتقال العمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بحسن الخاتمة الخاتمة الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وسيدنا علوي بالفقيه وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولادها الشيخ أبو بكر السكران وشيخ عمر المهضر وإخوانهما وشيخ عبد الله عليه الدروس وأولادي أبي بكر الذين عليه الدروس وإخواني قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بلسان الشاذلي إمامنا الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشمير وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى شيب والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر
وأخيه طاهر بن حسين بن طاهر إمام واحد الأقوى والحبيب عمر بن سقاف بن محمد الصوفي السقاف وسيدنا أحمد بن محمد المخضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب علوي بن علي الهبشي والحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الهبشي والحبيب عبد بن شاه الإدرس والحبيب أحمد بن إدرس الإدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر المشهور الأدني والحبيب سالم بن حفيد والحبيب محمد بن سالم بن حفيد والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي بن شهاب الدين وابنه الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقا والحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب علوي بن سقا السقا كبوناكم والحبيب جعفر بن شيخا السقا والحبيب عبد القادر بن حسين السقا والحبيب صالح بن مسين الحامي تنقل والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي كويتان والحبيب علي بن حسين الأطوس بنغر والحبيب إدرس بن سالم الجفري والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب محمد بن إدرس الحبشي والحبيب محمد بن حسين الإدرس والحبيب شيخ بافاكه بطوبطوي والحبيب عبد الله بن علي حداد سانغين والحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاف والحبيب محمد بن ظاهر الحداد والحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد والحبيب عبد القادر بن حماد بالفكي مالان والحبيب عبد القادر بن عبد القادر بالفكي والحبيب عبد القادر بن حماد السقاف جدة والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب شيخ بن إدرس الحسني والحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف والحبيب إدرس والحبيب هود بن إدرس الحسني والحبيب وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي سيد أحمد زين دهلان شيخ أبو بكر ساتو سيد محمد أمين قطبي وأصولهم وفروعهم ثم سوسن إلى حضرة الجنبة مهاجر باه علي رستم باه عبد الله باه مزينة كي حمد قشيري كي خالل كي مشهود ما سبالي بني مسكوفة وأصولهم وفروعهم ثم سسن إلى روحي كي برهان كي عنس كي زين العابدين كي مئات كي منير علي كي بدر القمر كي عبد الجليل وأصولهم وفروعهم ثم سسن إلى روحي كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر باسوروان ثم سسن إلى روحي نواوي بن نور حسن سيدوغيري كي حسني كي خالل كي سيرا وأصولي ثم سسن إلى روحي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل جميل مشايخ سيدوغيري ثم سسن لارو كي نور سالم ورغدون كي هاشم رفيعي كي جاسم بن نور سالم وجميل مشايخ ورغدون ثم سسن لارو كي محمد علي مرتضى كي أحمد جفري كي محمد سبادر وأصولهم وفوري وجميل مشايخ بسو ثم منصوص إلى روحه جميع الأولياء صافي بلدنا نوسي وجميع المشايخ والحبائب وسروان ثم منصوص إلى روحه كي شيخنا خليل بنكالان كي هاشم مشاري كي وهاب اسم الله كي بيسي سنسل وجميع المشايخ حضرة العلماء وجميع ساداتنا علي أبي علوي والشيخ سعد علموتي والشيخ سالم بن فضل بفضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدحت والشيخ عبد الله بن أحمد بسودا ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصله الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويدر فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصله سادة العلاوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفي نار الفتن والمحن ما ظهر من
منها وما بطن خصوصا في فلسطين ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلف الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الأضرح على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويأمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain ila an qala qila anna sababa taubati Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain أنه اشترى عبدا فقال له ما اسمك فقال ما سميتني فقال ما شغلك قال ما شغلتني فقال له ما لباسك قال ما ألبستني قال له ما اختيارك قال أولا للعبد خيارة مع سيده فهذه موعظة جليلة فإنها قوله ما شغلك فقال ما شغلتني معناه أن الله تبارك وتعالى ما شغله إلا بالطاعة والعبادة حيث قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقوله ما لباسك فقال ما ألبستني فليس المراد بهذا اللباس الظاهر من الثياب ولكن أشار بذلك إلى قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي وبحق ومن كلام الإمام سيدنا الإمام الكتب عبد الله بن علي الحداد وقد جعل الله بحكمته الأزلية السعادة الأبدية في تحقيق العبودية وهي أن تنزل نفسك من ربك بمنزل عبدك منك بحق أقول لا يستطيع أحد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل تحقق بأوصاف عبودية من الفقر والذلة وإظهار المسكنة والتواضع والانخفاض إلى غير ذلك من أوصاف العبد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan sebab taubatnya daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Satu saat Al-Imam Ibrahim bin Adham membeli satu budak. Kemudian budak tersebut ditanya oleh beliau. Setelah dibeli si budak tadi itu ditanya oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham, "Ma ismuka?" Siapa namamu? Faqala ma sammaitani. Kalau kau tanya siapa namaku, terserah kamu mau ngasih nama apa kepadaku. Faqala ma syughuluk, wahai budak apa pekerjaanmu? Qal fama ma ashghaltani, ma syaghaltani. Ya terserah kamu mau ngasih kerjaan apa sama aku, kata si budak. Faqala lahu ma libasuk, pakaianmu apa? Qal ma albastani, kamu mau ngasih ma'al bastani, kamu mau ngasih baju apa, pakaian apa sama aku? Qala ma ikhtiyaruk, pilihanmu apa, kata beliau. Qal, maka si budak tadi itu mengatakan awala lil abdi khiyaratun ma'a sayyidi, bukankah seorang hamba tidak mempunyai pilihan kecuali taat kepada sayyidnya. Nah, mendengar jawaban si budak tadi itu, Al-Imam Ibrahim bin Adham begitu dalam memaknai makna arti daripada jawaban si budak, fahadhihi mau'izatun jalilah.
inilah sebetulnya adalah mau'idhah yang sangat agung, peringatan yang sangat besar. Fa inna gaulahu ma syughuluk, sesungguhnya pertanyaan apa pekerjaanmu, dia menjawab ma syaghaltani, apa yang akan kamu berikan pekerjaan kepada aku, terserah. Maknahu annallaha tabaraka wa ta'ala ma syaghalahu illa bi ta'ah wal ibadah. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, makna daripada pertanyaan dan jawaban tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan pekerjaan kepada kita kecuali untuk patuh, taat dan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi pertanyaanna secara zahir seburu dek petene si budak, tetapi buruna dek hamba, urusna hambana antara hamba dan Tuhannya. Kemudian wa qaluhu ma libasuk, Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada si budak, kalau begitu pakaianmu apa? Kata beliau, faqala ma albastani, ya terserah kamu mau ngasih pakaian apa kepada saya. Kata si budak, falaisal murad bil libasil zahir, yang dimaksud bukan pakaian yang kita pakai secara zahir, akan tetapi walakin asyara bidzalika ila qaulihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Maksud jawaban pertanyaan dan jawaban itu adalah seorang hamba tidaklah berpakaian kecuali berpakaian takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takwa ke Gusti Allah. Orang yang paling cerdas bukan orang yang pintar matematika, pandai hitung-hitungan, pandai membaca. La, kayyisul kayyis at-taqwa. Cerdas-cerdasnya orang, paling pintar-pintarnya orang adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini paling pintar, paling cerdas, paling hebat pun orang yang sandi ketakwaan dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Sepandai apapun, sehebat apapun, seluas apapun ilmu kayak kita, namun berani bermaksiat kepada Allah, maka seketika itu ilmu kita habis, menjadi orang bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang alim, tetapi orang yang paling bodoh. Ahmakul ahmak, orang yang paling bodohnya orang yang bodoh adalah orang yang mengerjakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bodoh? Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia setiap saat memohon kepada Tuhan, akan tetapi perintahnya tidak dilaksanakan, justru larangannya ia kerjakan. Maka orang yang paling bodoh adalah orang yang berani maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham mendengar jawaban seperti itu, maka beliau menyatakan, mulai saat ini aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi menganggap saya sebagai orang yang hebat, seorang sayyid, yakni yang mempunyai budak. Ternyata jawaban budak tersebut membawa Sayyidina Ibrahim bin Adham untuk semakin dekat kepada Allah, semakin merasa orang yang paling rendah, merasa orang yang paling hina, merasa orang yang paling butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, hamba sahaya, budak, tentunya budak ini tak berdaya. Apa caan ceregen, apa caan tuan, nah ini ke seorang budak. Tapi terkadang kita mengambil sifat Allah al-jabbar, al-qahar, al-mutakabbir, sombong, ya, memaksa. Nah, padahal sifatnya Gusti Allah, tak tahu siapa ini ke seorang hamba, abdun, sahaya, saya tak ada reken, saya tak berdaya, ni ada entuan. Karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Wa qad ja'ala Allah bi hikmatihi al-azaliyah as-sa'adah al-abadiyah fi tahqiqil ubudiyah. Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hikmah ilmu yang bermanfaat dari zaman azaliyah, kebahagiaan yang abadi itu terletak ilmu yang besar, kemudian keselamatan yang abadi adalah fi tahqiqil ubudiyah. Kita benar-benar menghamba kepada Allah, hamba tunyaran din Gusti Allah. Ya bener mah ya pacan pangeran. Pak ancor, pak buto.
Apa urusannya? Tak ada urusannya. Sampean nanti buku ni sampean tolesin bagus apa jangan sampean. Bisa sampean cari yo terserah sandik buku sampean sandik kertas sampean. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Din Gusti Allah Rabbi. Maka ilmu siraja kata beliau as-sa'adatul abadiyah wa hikmatil azaliyah fi tahqiqil ubudiyah. Kita benar-benar menjadi seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah. Ongku nyembah ke Gusti Allah. Cek pas ngerampasan saya kata Gusti Allah. Sombong, gendek, riya, sum'ah, ujub, takabur. Ini saya kata Gusti Allah benar saya kata seorang hamba. Nah, maka ilmu sirajah, ilmu si manfaat, kebahagiaan si abadi adalah fi tahqiqil ubudiyah, menghamba dengan sebenar-benarnya menghamba. Nah, apa tahqiqil ubudiyah itu? Apa definisi daripada ta'abbud ibadah yang sesungguhnya? Wahiyya antunzila nafsak min rabbik bimanzila abdik mink. Kamu memposisikan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu memposisikan bimanzila ka'abdik mink. Bagaimana kamu memposisikan dirimu dengan hamba sahayamu. Maka kita harus pandai mampu memposisikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Jeregen bikoli ini pasti beda jarak. Tak mungkin koli pada bareng jeregen ini tak mungkin. Memposisikan koli kita mungkin sebagaimana sampean memposisikan dekat aben sampean TV tak kira. Maka begitulah kita memposisikan diri kita kepada Allah sebagaimana kita memposisikan hamba kita, pembantu kita, bawahan kita kepada kita. Kalau kita menuntut bawahan harus patuh kepada atasan. Kita menuntut pembantu kita, pekerja kita harus patuh, harus nurut kepada si juragan. Kemudian kita tidak menuntut diri kita untuk patuh kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mestinya orang mereka kata beliau apa? Antunzila nafsak min rabbik bimanzila abdik mink. Bagaimana kita memposisikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Cak ada. Sombong jerogon gon jerogon. Koli kok gon jerogon. Aban nerima bajaran kok. Aban berharap pemberian dari jerogon kok. Abang Kang tak patuh. Bengal ke jerogon kira-kira. Pecat. Ya. Pecat bi jerogon nyari koli lain lah. Hari soro nyoro. Ya kirim jong, kirim lah tibi kan jerogon lah. Kakira jerogon apa? Koli apa jerogon sih? Saya jerogon saya kemah. Ngajak turun ngatur jerogon kaki. Njak kan menede ya kan. Soalnya kau lebih tahu tembang kaki kan. Mau tak tampeleng kaki bi jerogon. Nge jajal nge. Alaku ada orang sampean, terus sampean ndak jerogon sampean ngono. Tak kira bengal, Pak. Karena sampean tahu memposisikan diri sampean. Sampean memposisikan diri sampean ini ke jerogon harus patuh mau tidak mau. Harus titik, pebeli. No todus. Pebeli kok. Todus. Ya. Sampean harus tahu posisi kita sebagai hamba. Sebagai budak, sebagai pembantu harus patuh. Ada boleh wis. Tek keneng taber jerogon dia lah. Can kok AA. Muncan kok B kan? Beh. Ro ada di tero melebe. Pecat. Tapi tak semudah itu tahqiqil ubudiyah nikah. Hanya orang-orang yang betul-betul pilihan terakhir. Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai mengatakan salaktu kullat tariqil musilati ilallah. Aku berjalan setiap jalan yang bisa menyampaikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala telah aku lewati, telah aku jalani. Setiap jalan. Jadi jalan depak dekat Gusti Allah ini banyak jalan. Dengan cara ibadah, dengan cara dermawan, loma, dengan cara bersedekah, dengan cara zikir, macam-macam. At-tariq al-musil ilallah Subhanahu wa taala, jalan yang bisa menyampaikan tujuan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengajar, dengan cara dakwah, dengan cara ilmu, dengan macam-macam. Banyak cara.
Aku telah lalui semua tadi itu. Aku berjalan, aku melalui kullat thariq, setiap jalan yang menyampaikanku kepada Allah Subhanahu wa taala telah aku lewati, telah aku jalani. Fama ra'aitu agrabah wala ashala wala aslaha, dan tidak aku temukan jalan yang lebih dekat, jalan yang lebih mudah, jalan yang lebih pantas minal iftigari wadzulli wal inkisari, melebihi satu jalan, merasa butuh kepada Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini kejadian semua dapat ke Gusti Allah. Mun ki aroma saah abe ria gawat, keng wat megawat kake. Aroma saah hebat, bat mehebat. Ada sehebat ria pangeran. Hebat ceramah, bener-bener seceramah sehebat ria pangeran. Sinutupin da ai penjeraman saya ria. Semen ku mekre lah. Gawat apa sih gawat? Si gawat re Gusti Allah, sehebat re Gusti Allah. Manti tuwon aja. Tapate ano boros ano cope sokode boros. Bene cohopan si manti. Gusti Allah sehebat, sabri sehat Gusti Allah. Apa seorang hamba hebat apa nih seorang hamba kok? Hamba apa sehebat hamba nih kak? Soro kalau ya kalau soro gede jero soro kok seorang hamba kok. Tak masih tak. Sia, oke boleh buat megawat kini kok. Kata beliau, tada jalan selebih semak depak ke Gusti Allah, tada jalan selebih kempang depak ke Gusti Allah, ben selebih patut iftigar, merasa fakir. Tandi apa ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. La daya wala kekuatan, tandi ilmu, tandi apa ya dan Gusti Allah. Gusti sedajan din ajunan, ilmu din ajunan, keramat din ajunan, tikta je din ajunan sedaja Gusti. Ada selebih tikta je tenembang Gusti Allah. Ada selebih hebat ilmu na tenembang ilmu na Gusti Allah. Orang sing nek mun benereng beli Pak. Mon ki ngocah mon benengko tro tawang ngih. Mon beneri ya. Bededein aja, ha? Ana khairun minhu. Mon bene ana renya mana tariqah anawiyah dididik sengko rekannya iblis ya. Karena iblis yang ngocak ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu ki beda membanggakan diri. Aduh ceri Pak, ceri cepen detako remeh terus terang kon beda sifat ngak nih kening kulit sambian nih kah mungkin saraan kulit sambian karo pidato kada jeri ki mangke dan kadang ring sandi ilmu aduh karo ilmu kayak nengke ciong ya can kok baru lek delek dedak ya kan rek masih tak maksudnya yang tak apa-apa selek delek dedak ngene lagi orang yang kada jaian jeneng kafirin pangeran. La ilaha illallah, jagun karo sepeda motor ngiridit. Jagun karo motor buk ngebuk. Bener ha ya. Ngalak ben ngerampas haan Gusti Allah. Ngalak sifat-sifatnya Gusti Allah. Tak batot seorang hamba. Dharma. Cereng lah hamba. Dharma cereng lecan pangeran. Pak ancor, pak buto. Dharma. Le nikah adalah jalan sepaling semak ke Gusti Allah. Cak rumah sandi apa? Cabut bi Gusti Allah sekali jeri kakean di akal cerdas. Cabut bi pangeran. Akal kakek cabut bi Gusti Allah. Ida ya kakek dayanto. Kapirin Gusti Allah beri akal, beri kekuatan, beri dunia, kekayaan, jabatan di Gusti Allah. Mumpungki bode kesehatan, mumpungki bode kesempatan, gunaaki dengan sebaik-baik mungkin. Andi kelebihan ilmu, andi kelebihan apapun saya lebih dari sampean. Gunakan untuk kesempatan kanggo meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan lebih omong aja. Sing nganyol elong kikino omong benda na udah pesen sekali. Sing nyol manganyol mon. Cek nyol manganyol mo so pangeran.
Wila ada pak ada apa nak ber ya dan reng kebula kok hamba lek belin boleh hamba wis ta aroma saya ngak kan ya pak ya den guru abek reng tak berdaya ilmu kapi dari guru ya den reng tua abek di reng tua apa mau ada reng tua merasa abek selalu paling butuh paling hina ingkisar paling bele ate namponan ya paling butuh dekat Allah Subhanahu wa taala adapun orang se biasa orang se pu mampu ne kampo tak pate butuh ka pangeran tua kakek, apa tua? Saya kata rojak lebih dekapi, tak butuh ke pangeran bonan. Njak pola kakek apa sakit ke rumah sakit, pasti beda. Obat, sepaling larang kau tanda neng kau tuh dinam paling apes apotik, jangan ngomong bareng saya pilek, ngomong saya penyakit Australia, Singapura, dapat ke Singapura bengkak kakek. Hah? Benejan beres tompes saya. Nah, biasanya orang soki aneka lebih cenderung ngalak sifat Gusti Allah. Biasanya orang sadi ilmu lebih cenderung ngalak sifat Gusti Allah sebab ketampiasan ilmu Gusti Allah ilmu. Biasanya orang sadi tedek teki toronan teki andi jabatan biasa nampungan mulai ngak model ngak sobirin. Apa? Macam-macam kok jere kena cilok ya ya tanu kok masih ada ya tak isa sob ada jalan apa nah jereken bener jereken genteng tak genteng mau ngerasanya kan ada orang mau beda kan larang terangannya lebih biasa orang so gonteng seratin roh sebiasa ganteng ampo dayin ji kila nyamanan dayir lah ya tak ganteng ya tak coba biasa canan saking biasa sampai tetita biasa deh ya ila dayir lah lagi tadi cerakan saya konek kake opo kiai nyanyi player kake cong nyanyi dayir ji lah nyamanan deh bejapan ku bese bejapan di otang dari nyamanan dayir ji lah beda aroma saya beri santri dah segi soki rompo letak pate ngak ke kiai nampo ya apa tak penje ada ke akah Masya Allah ya, jadi memposisikan diri kita kepada Allah sebagaimana kita memposisikan kepada hamba-hamba kita pembantu kita bawahan kita begitulah semestinya kita memposisikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah tahqiqul ubudiyah sebenar-benarnya menghamba kepada Allah. Maki sombong aja orang lak sujud ke Gusti Allah. Maki gendek ke orang lak sujud ke Gusti Allah. Berarti tak sebenar-benarnya menghamba kinangan. Karena ki ngerampas saya pada Gusti Allah, saya tak patut yang kuibi manusia. Ya Rabb matur muga selamat kula panjenengan, selamat akhir dari sifat sombong, ya sifat takabur, sifat ujub, sifat hasud. Matur muga ate pas selamat sampai akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ilmu sesakone syukur tawadhu ante bagus akhlakah lebih pandang bi orang daripada ilmu nasibnya amal posa tapi ki ibadah membanggakan diri membanggakan dengan amal membanggakan dengan apa yang punya yang kita punyai daripada kelebihan sama sekali lah tak ada sekali pangeran deh. Ya, naudzubillah termuka selamat dunia akhirat, termuka manfaat. Amin Allahumma amin. Ya Allah. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول
نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.